الشتاء ليس بارداً بل ناري في الرياض، والسبب ميركاتو النصر. الفريق الذي يضم في هجومه كريستيانو رونالدو وساديو ماني يستهدف دعما هجوميا إضافيا بعد رحيل أندرسون تاليسكا لفنربخشة، وبعد فشل المفاوضات مع النيجيري فيكتور بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن الألماني الذي قرر الاستمرار في البوندسليغا. اتجه النصر للدور الإنجليزي لا من أجل صفقة أو صفقتين، بل 3 صفقات من العيار الثقيل. الأول هو جون دوران مهاجم أستون فيلا الذي سيكلف خزائن الفريق 77 مليون يورو، وسيكون بديل تاليسكا المنتظر في وسط موسم هجومي مميز مع فريق أوناي إيميري. والثاني هو الياباني كاورو ميتوما جناح برايتون ومعشوق لاعبي الفانتازي الذي قدم النصر لضمه 85 مليون يورو، لكن برايتون لم يقبل العرض حتى الآن، وقد ينسحب النصر من الصفقة ليبحث عن بديل آخر في البريمير ليج. والثالث هو الكرواتي ماتيو كوفازيتش لاعب وسط مانشستر سيتي مطلوب في الرياض، والأمر متوقف على توفير بديل له في ملعب الاتحاد. البرازيلي دوغلاس لويس لاعب يوفنتوس هدف لغوارديولا، ولو تمت الصفقة قد نرى كوفازيتش في النصر. هل نرى النصر بطلا لدوري أبطال آسيا للنخبة أو دوري روشن بعد سوق شتوية نارية؟